أعزائي الأطفال، الأشكال التي ترونها أمامكم الآن هي الحروف العربية التي تتشكل منها كل الكلمات في لغتنا العربية الجميلة، وعدد هذه الأحرف هو 28 حرفا. وسنتناول في كل حلقة من حلقات برنامجنا هذا حرفا من هذه الحروف. حرفنا لهذه الحلقة هو حرف التاء الذي ترونه أمامكم الآن، وهو يشبه حرف الباء الذي تعلمتموه من الحلقة السابقة، لذا فهو يشبه شكل الزورق أيضا. والفرق بينه وبين حرف الباء هو أن للباء نقطة في أسفله، بينما للتاء نقطتان في أعلاه. وهو يشبه كذلك قطعة الرق التي يمسكها هذا الطفل. ما أطيب حرف التاء. وحرف التاء له شكلان، فإذا وقع في أول الكلمة أو في وسطها فإنه يكتب هكذا، أما إذا وقع في آخر الكلمة فإنه يكتب كاملا هكذا. ومثالنا على ذلك هو كلمة تاج التي يأتي فيها حرف التاء في أول الكلمة. أنا ملك وهذا تاج فوق رأسي. وكذلك كلمة كتاب التي يأتي فيها حرف التاء في وسط الكلمة. هذا كتاب الله، ما أحلى القراءة في هذا الكتاب العظيم. وكذلك في كلمة شتاء التي يأتي فيها حرف التاء في وسط الكلمة أيضا. وأيضا كلمة حوت التي يأتي فيها حرف التاء في آخر الكلمة. وإذا أتت حركة الكسرة تحت حرف التاء فإنه يقرأ تي، كما في كلمة تمساح. تمساح تمساح. أما إذا وضعنا حركة الضمة فوقه فإنه سيقرأ تو، كما في كلمة تراب تراب. ما أغلى تراب الوطن. ويمكن أن تأتي أداة التعريف ال التي تعلمتموها سابقا قبل الأسماء التي تبدأ بحرف التاء، وقد اخترت لكم منها كلمة التواب، والتواب هو اسم من أسماء الله الحسنى. إن رسم حرف التاء يتم من خلال رسم خط من الأعلى إلى الأسفل، ثم نغير اتجاه الرسم إلى اليسار هكذا، وبعد ذلك نرفع القلم نحو الأعلى، ثم نضع نقطتين اثنتين فوقه هكذا. أما إذا أردت رسمه كما هو في بداية الكلمة أو منتصفها
فما عليك إلا أن تعيد الخطوات هكذا ثم تضع النقطتين فوقه. اختبر معلوماتك. والآن وصلنا إلى فقرة اختبر معلوماتك. فهل تستطيع عزيز الطفل أن ترشد سائق هذه الدراجة النارية إلى المدينة العراقية التي ينتهي اسمها بحرف التاء؟ هل هي الرمادي أم دهوك أم الكوت؟ فكر جيدا. إنها بكل تأكيد مدينة الكوت. الآن تطلعوا جيدا إلى هذه الصورة التي تحوي 3 أنواع من الفواكه، وهي التمر والموز والعنب. والسؤال هو: أي واحد من هذه الأنواع ال3 يحوي اسمه حرف التاء؟ لا بد أن تكونوا قد تعرفتم على الإجابة الصحيحة، وهي التمر. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.